هنعمل النهاردة أسهل وأسرع فطيرة هتتحضر في دقايق، تنفع للغدا، تنفع للعشاء، تنفع لجوع آخر الليل. وكمان هنعملها في دقايق هتحضريها. لو انت بقى مستعجلة هتبقى بالنسبة لك المنقذ. وهنعملها بدون عجن وبدون أي تعب، في دقايق هتكوني محضراها. وكمان هوريكي حشوة اقتصادية جدا. ولو أول مرة تشوفيني، أنا عزة بسيوني ودي قناتي. أتمنى تنضمي لعيلتي الصغيرة وتكوني عضو فيها، ويشرفني متابعتك. وياريت تحطي لايك للفيديو عشان يظهر لأكتر عدد من الناس، وشير للوصفة. وتعالي نشوف عملنا ايه مع بعض. بس قبل ما نتكلم عن الوصفة، اتمنى منك تنزلي حالا في التعليقات وتصلي على اللي هيشفع لي ويشفع لك يوم القيامة ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف وصفتنا. اول حاجة هنحضر تعصيج اللحمة. وانا استخدمت هنا هستخدم ربع كيلو من اللحمه المفروم، فهضاعف كميته، وحبيت اضاعف كميته بالخضار وكلها فوائد. فحطيت قطعه من الجزر المبشور، كان عندي هنا متفرز، وحطيت بصلايه كبيره متقطعه قطع صغيره، وقرنين فلفل رومي، على قرن فلفل شطه، وده اختياري، على حبايه كبيره من الطماطم. هبتدي بقى ابهرها ملح فلفل وسنه صغيره من الكمون. والناس اللي بتعترض على الكمون جربيه وشوفي قد ايه هو بيبرز النكهات. معايا ربع كيلو من اللحمه المفرومه، فيه نسبه دهون متوسطه كويسه جدا، فهضطر ما احطش سمنه ولا زيت، هخليها تسلي الدهون اللي فيها وتسويها. تعالوا نحضر بقى التشريبه. معايا هنا 4 كبشات من الشوربه، اي نوع شوربه عندك، ويا ريت تكون دافيه. هنزل عليها هنا، دي كان نوع جبنه كريمي، ما حبوش طعمها، فانا حبيت استخدمها واستغلها عشان ما حدش راضي ياكلها، فحطيتها. مش متوفر عندك حطي لي معلقتين من السمنه. بس طعم الجبن بيبقى حلو جدا في الوصفه دي. فحطيتها كده وابتديت ادوبها. طبعا الشوربه سخنه فدابت معايا بسهوله. هنزل بكوبايه من الحليب او اللبن، هبتدي انزل بيها. طبعا ليكي حريه اختيار، ممكن تزودي عن كده. وهبتدي انزل بسنه صغيره من الملح على فلفل، واديها تقليبه زي ما انتم شايفين. خلاص حضرت الخلطه، هبتدي بقى اظبط الصاج. انا معايا مقاس الصاج اللي معايا 40 في 60. هتحطي شويه زيت كويسين، ما تحطيش شويه صغيرين عشان ما يلزقش منك في القعر. فابتدي حطي لي كده شويه زيت محترمين. ومعايا هنا لفتين 2 من الجلاش، اي نوعيه بتستخدميها. انا بحب اجيب اللي هو من البياعين، اللي هو محلات الشباب السوريه دول، بيبيعوه نص كيلو كامل. فانا هنا هستخدم لفتين كاملين، بيبقى يعني في بركه شويه عن اللي هو المغلف التاني. فهتبتدي بقى تحطي لي من غير ما نشرب ورقه ورقه ولا الكلام ده خالص. انتي هتحطي، انا هنا استخدمت صاج كبير. لو حضرتك هتستخدمي صينيه بلفه جلاش واحده، فهتحطي نص اللفه من تحت والنص التاني من فوق. انا عشان هنا استخدمت كميه صاج كبير، فحطيت لفه من تحت وهحط اللفه التانيه من فوق. هبتدي بقى انزل بكميه اللحمه. وطبعا العصاج الخلطه اللي حطيتها من الخضار ضعفت كميتها زي ما انتم شايفين، فاللحمه ملت الصاج كله. هبتدي بقى ادعمها بالجبن، رشه من الجبنه الرومي المبشوره. اي نوعيات عندك جبن حطيها، اللي يريحك. والحشوه هنا اختياري تماما، حابه تحطيها فراخ، حابه تحطيها بواقي التلاجة، حابه تحطيها جبن بس وخضار، بتبقى تحفه في كل احوالها. طبعا جيت بقى هنا، لو عندك بواقي صدر فرخة، حتة لحمة بتاع، اي بواقي عملتيها واتفضلت محدش كلها، ممكن تعمليها تبقى حلوة جدا. وقبل كده عملتها لكم بواقي فراخ كانت مشوية، ارجعوا للفيديوهات القديمة. تعالوا بقى هنا، حطيت يعني كل اللي متقطع حاولي تحطيه من تحت. خليلي الوش بتاع الصاج يكون عبارة عن جلاش سليم تماما. هبتدي كده اديله اشربه شوية صغيرين جدا، بحيث اعرف اقطعه من غير ما يتبهدل مني. وبعد كده هسقي بقية الكمية. طبعا في اللحظة دي انا كنت مشغلة الفرن عشان يخش على فرن سخن، بحيث يقب مني بسرعة وتبتدي طبقاته كده تعلى معايا. هبتدي بعد ما قطعته اي تقطيعة انت عايزاها، اللي يريحك كبير صغير. فبعد كده بعد ما قطعته هبتدي ارشرش عليه بقيه الكميه. حاولي كله يشرب من التشريبه دي، ما تسيبيش ولا قطعه من غير ما تشربيها. اللي هتسيبيه من غير ما تشربيه هيبتدي تحسي ان قلبه من جوه ني،
هتشوفي الجلاش ني من جوه. فشربيه تشربه حلوه كده، هتدخليه في الرف اللي في النص ياخد على اعلى درجه من الحراره لغايه ما يطلع لي الاطراف بتاعته تلون كده من الجنب. شغلي عليه الشوايه وهفتح لك هنا الصوت واسمعي صوت القرمشه. طبعا هو مقرمش من بره وطري من جوه وتحفه. لو انت مش حابه القرمشه دي ممكن قبل ما تطلعيه اديله رشه من اللبن، يعني في اخر كام دقيقه كده اديله رشه من اللبن او رشه من الشوربه ودخليه الفرن التاني هيطري معاكي. جربيها وان شاء الله طعمها هيعجبك جدا. هتنفع للغدا، تنفع للعشاء، هتبقى وجبه منقذه جدا ومتكامله، انت مش محتاجه جنبها اي حاجه. وبصي لي بقى كده على القطعه طالعه عامله ازاي، والصاج قد ايه نضيف من تحت لاننا حطينا شويه زيت. ليكي حريه الاختيار، عايزه تحطي زيت حطي سمنه حطي زبده، اللي يريحك المتوفر عندك، وما توقفيش نفسك على اي حاجه. المتوفر عندك حطيه وكله هينفع وكله هيكون زي الفل. بصي لي بقى عرض الصاج من تحت عامل ازاي، بصي لي شكل القطعه طالع عامل ازاي، تحفه حلوه جدا جدا ومنقذة قوي قوي. وتعالي بقى بصي لي شكل الحشوة من جوه عامل ازاي، تحفة التحفة قمر. بصي طعمها حلو جدا، هتعجب الولاد ان شاء الله. جربيها بطريقتي وطعمها هيعجبك جدا. وبصي لي كده من ورا هوريكي شكلها من ورا كمان. انا لحقت كام قطعة كده اتفضلوا في الصاج قعدوا هجموا عليه. فبصي لي كده من ورا واخد لون حلو جدا، مقرمش وطري من جوه وحاجة تحفة. اتمنى الفيديو النهاردة يكون عجبكم، وما تنسوناش بلايكاتكم ودعواتكم الحلوة والتعليقات بتاعتكم اللي بتسعدني. ودمتم في رعاية الله.